السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. مستر السيد الجمل يحييكم، خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم وعضو القوافل التعليمية ومستشار جريدة الأهرام المسائي للفلسفة والمنطق، والتقييم رقم 11. وبنأسف على التأخير نظرا لظروف مرضية، ودعواتكم بالشفاء العاجل. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت. رسم تخطيطي بتوضح من خلاله أدوار الفلسفة في وضع مواثيق أخلاق المهنة. الرسم التخطيطي معناه إنك مش هتشرح أهو. الرسم التخطيطي لدور الفيلسوف في وضع مواثيق أخلاق المهنة، تحليل الواقع الثقافي وتحديد الأسس والضوابط ووضع الميثاق اللي هو الإطار المرجعي ومبادئ الالتزام بالسلوك الإداري والوظيفي. تمام كده؟ طيب، السؤال اللي بعده. رسم تخطيطي برضو بيظهر قيم أخلاق المهنة. برضو مش هتشرح، رسم تخطيطي فقط. قيم أخلاق المهنة أهي. قيم أخلاق المهنة: الأمانة والنزاهة، احترام البعد الإنساني وحرية التعبير والاستقلال الذاتي والطاعة والمسؤولية وتغليب المصلحة العامة والشفافية والمساواة. السؤال اللي بعده بيتكلم في طبعا عن المنطق. السؤال ده أو الجزء ده في المنطق عن مكونات النسق الرياضي وتحديد البديهيات والمسلمات والمبرهنات. رسم تخطيطي بتوضح من خلاله مراحل بناء النسق الرياضي. يمكن أخدناه قبل كده أهو. مراحل بناء أو مكونات النسق الرياضي: مقدمات ونتائج. المقدمات عبارة عن مفاهيم وقضايا، تمام. المفاهيم معرفات ولا معرفات، والقضايا بديهيات ومسلمات، تمام. من خلال الاستنباط بنصل إلى النتائج أو النظريات أو نسميها المبرهنات. وطبعا البرهان بيرجع إلى المقدمات، يعني أنا ببرهن على النتيجة من خلال المقدمات اللي أنا افترضتها وسلمت بيها، تمام. طيب، بيقول لي بعد كده ادي مثال او اعطي مثال بتوضح فيه او تميز فيه بين البديهيات والمبرهنات. عايز مثال بتميز ما بين البديهيات والمبرهنات. البديهيات عبارة عن ايه؟ البديهيات عبارة عن قضايا واضحة بذاتها، قضايا واضحة بذاتها، ما نقدرش نبسطها الى ما هي ابسط منه، يعني مفيش ابسط من كده. قضايا واضحة بذاتها، تمام، لدرجة ان هي بتفرض نفسها على العقل. البديهيات بتفرض نفسها على العقل، والعقل اصلا ما بيقدرش يثبتها لانها مش محتاجة اثبات، تمام. يبقى قضايا واضحة بذاتها يفترضها عالم الرياضة بدون برهان، دي البديهية. مثال: الكل اكبر من الجزء. مثال على البديهيات: الكل اكبر من الجزء. المبرهنات دي نظريات رياضيه بنستنبطها من المقدمات، ويتوقف صدقها على صدق مقدمات النسق، تمام كده، اللي هي بنسميها النظريات او النتائج اللي بتبقى في الاخر. مثال على المبرهنات: الزوايا القاعديه في المثلث متساوي الساقين متساويه. يعني لو انا عندي مثلث، تمام، مثلث كده اهو، تمام كده، متساوي الساقين، نفترض مثلا المثلث ده ألف ب ج مثلا، تمام. ألف ب بيساوي ألف ج، هتلاقي الزاوية ب بتساوي زاوية ج أهو، تمام. يبقى دي مبرهنة إن المثلث متساوي الساقين في الزوايا القاعدية بتبقى إيه؟ بتبقى متساوية. خلاص؟ طيب، السؤال اللي بعده نرجع لكم تاني الإجابة. الإجابة أهي، تمام. طيب، السؤال اللي بعده بيتكلم عن الواجب في الفلسفة. بيقول لي التجرد من الانحياز للمصلحة الشخصية، وأن يكون العاملين في الشركات محل ثقة للعميل أو محل ثقة العميل ويحفظوا أسرارهم، تمام. طالما تجرد من مصلحة شخصية وبيبقوا محل ثقة، يبقى ده أكيد بيتكلم عن الأمانة والنزاهة. الأمانة والنزاهة، ودي إحدى قيم أخلاق المهنة. السؤال اللي بعده في الفلسفة بيقول لي بناء وثيقة شاملة تحدد المعايير الحاكمة لسلوك الأفراد داخل المؤسسة. بيقول لي عقب برأيك في حدود سطرين في ضوء دراسة إيه أو دور الفيلسوف في وضع مواثيق أخلاق المهنة. بيتكلم هنا عن الإطار المرجعي يا جماعة، بيتكلم عن الإطار المرجعي اللي بيحكم سلوك الأفراد داخل المؤسسات. يبقى هنا هنقول يشارك الفيلسوف المهنيين في وضع أسس ميثاق أخلاق المهنة اللي بنسميه إطار مرجعي يحكم السلوك لتقييم وتقويم سلوك المهنيين، مثل قوانين النقابة الخاصة بكل مهنة. مثال على الكلام ده إن أفلاطون أكد في الجمهورية بتاعته على عدم الغش في المعاملات التجارية. خلاص، يبقى دي
وده اطار مرجعي بيحكم السلوك. السؤال اللي بعده في المنطق، في الواجب الاداءات المنزليه بتاعت المنطق، بيقول لي قضايا تعد من مبادئ العقل العامه المتسقه معه. متسقه مع العقل يعني بديهيه، ما تقدرش تخالف العقل، يبقى دي بيتكلم عن الايه؟ بيتكلم عن البديهيات. بعد ان يتم الرياضي بناءه المتماسك الحلقات، يتبين لنا نتيجه بناؤه الهندسي. النتيجه بقى اللي هي بنسميها النظريات او الايه؟ المبرهنات. بيقول لي استخلص مما سبق احدى مراحل بناء النسق الرياضي، اللي هي طبعا النظريات او الايه؟ او المبرهنات، او النظريات او المبرهنات او النتائج. تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده بيتكلم طبعا التقييم الاسبوعي بقى. أقر الاتحاد الدولي للإعلاميين، بيتكلم هنا عن مهنة معينة، خلاص كده، مجموعة مبادئ نظرية تقضي بمنع الإعلاميين من قبول هدايا أو أموال قد تؤثر على نزاهة التقارير والأخبار التي ينقلونها. تمام كده؟ يبقى هنا إيه اللي بيحصل؟ هنا في وضع لأسس ميثاق، يبقى في إطار مرجعي. إحنا اتفقنا إن الإطار المرجعي معناه قوانين النقابة، وهنا بيتكلم عن الإعلاميين. طالما كلمني عن مهنة معينة يا جماعة، على طول نختار الإطار المرجعي على طول. يبقى كلمني عن مهنة معينة، محاماة، طب، تدريس، إعلاميين، يبقى على طول وضع أسس ميثاق اللي هو الإطار المرجعي. خلاص كده؟ طيب يبقى الإجابة رقم ج. السؤال رقم 2 في المنطق بيقول لي إحدى مراحل بناء النسق الرياضي تقوم على أساس إيجاد الرابطة الضرورية بين النظرية والافتراضات الأولى التي بدأ منها النسق. يعني بتمثل رابطة بين المقدمات والنتائج، اللي هي أكيد المبرهنات. ما احنا بنبرهن على النتيجة من خلال المقدمات الافتراضية. خلاص، يبقى المبرهنات هي اللي بتمثل الرابطة بين المقدمات والنتائج. رقم 3 بيقول لي افتراض يسلم به الرياضي وليس صادق بالضرورة. تمام؟ طبعا الافتراض ده اكيد المسلمات او المصادرات، ومش دايما تبقى صادقة، مش لازم تبقى صادقة بالضرورة يعني. تمام؟ ولكنه افتراض بيبني عليه بعد كده عالم الرياضة النسق بتاعه. يبقى هنا بيتكلم عن المسلمات او الايه؟ او المصادرات. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 4 في الفلسفة بيقول لي يعد وجود النظام والانضباط في الأعمال الجماعية والأعمال الفردية قيمة تساعد على ترسيخ الأخلاق في بيئة العمل. استخلص مما سبق إحدى قيم أخلاق المهنة. النظام والانضباط، طالما قال لي نظام الانضباط يبقى بيكلمني عن الطاعة والمسؤولية. الطاعة والمسؤولية، تمام كده؟ الطاعة والمسؤولية دي قيمة من قيم العمل. الالتزام بالقوانين والوعي بالأدوار التي يؤديها الموظف، يبقى عارف هو دوره إيه بالظبط، وبالتالي يتحمل الإيه؟ يتحمل المسؤولية. يبقى هو عارف دوره اللي بيأديه ومسؤول عنه. خلاص، يبقى دي اسمها الطاعة والمسؤولية. السؤال اللي بعد كده رقم 5 في المنطق بيقول لي ليس في الإمكان البرهنة على إحدى مسلمات النسق الرياضي من المسلمات الأخرى. ليه بقى؟ لأنها المفروض من شروط المسلمة أن تبقى مستقلة، يعني ما هياش مشتقة من مسلمات إيه؟ من مسلمات أخرى. يبقى هنا بيتكلم عن أنها مستقلة، خاصية الاستقلال، وده شرط من شروط الإيه؟ المسلمات الرياضية. يبقى هنكتب كده مستقلة، وبقول استخرج، يعني مش عايز تشرح، انت تقول له بس ايه هو الشرط المقصود. الشرط المقصود ان هي تبقى مستقلة او شرط الاستقلال. السؤال اللي بعده التقييم الاسبوعي مجموعة اللي بعد كده بيقول لي تمتع العاملين بقدر من الحرية وتقديم حوافز تعزيزية لاستنهاضهم واستخراج أفضل ما لديهم من حلول مبتكرة يؤدي للارتقاء بالعمل على أكمل وجه. تمتعهم بالحرية في اتخاذ القرارات، بمعنى الاستقلال، انه يبقى العامل نسمح له ان هو يعبر عن رأيه. تمام؟ يبقى مستقل في اتخاذ القرار عشان يبقى الاداء بتاعه كويس ويبتكر في العمل، يبتكر، ما يبقاش ايه يعني عامل نمطي او ايه او تقليدي. بعد كده السؤال رقم 2 فكرة واضحة بذاتها لا يمكن أن نصل من خلالها إلى ما هو أبسط منها. مش ممكن نبسطها عن كده، اللي هي البديهيات. بديهيات ما ينفعش نبسطها أكتر من كده لأنها بسيطة جدا وواضحة جدا زي الكل أكبر من الجزء. لا يجب أن تخالف المسلمة أي من مقدمات النسق الرياضي. يعني إيه؟ تتسق مع الإيه؟ مع بقية النسق، تبقى متسقة معاه، يعني لا تتناقض، يعني عدم التناقض اللي هو بنسميه شرط الإيه؟ الاتساق. خلاص كده؟ أو عدم التناقض، تبقى ماشية مع بقية الإيه؟ النسق، ما تخالفهوش يعني. وأنا عندي 3 شروط المسلمة: الاتساق والاستقلال والإيه؟ والكفاية. طيب رقم 4 تركز المنظمات، طبعا ده سؤال في الفلسفة،
تركز المنظمات المعاصرة على تطوير أداء الأفراد العاملين الذين أصبحوا الآن أفضل مورد من موارد المنظمة، فيتم تزويدهم بالمعارف والمهارات والقدرات والسلوك في إطار ثقافة المنظمة بما يضمن جودة العمل والإنتاج. طالما قال لي جودة العمل والإنتاج على طول يبقى بيتكلم عن مبادئ الإيه؟ الالتزام بالسلوك الإداري والوظيفي. خلاص كده؟ يبقى طالما قال لي جودة عمل وإنتاج على طول يبقى وضع مبادئ الالتزام بالسلوك الإداري والوظيفي لتحقيق جودة العمل وجودة الإنتاج، وبالتالي رفاهية وتقدم المجتمع. مثال التزام شركة أبل بمعايير جودة الهاتف المحمول. خلاص كده؟ طيب السؤال رقم 5 ده في المنطق بيقول لي افتراض يسلم به الرياضي مع وعد بأنه سيشيد عليه بناء بنيانا رياضيا متماسكا. طبعا افتراض هيبني عليه النسق بتاعه، اكيد بيتكلم هنا عن الايه؟ عن المسلمات الرياضيه. بس كده يبقى بيتكلم عن المسلمات اهو. يبقى الاجابه المسلمات هي او المسلمات او المصادرات اللي بيفترضها وبيبني عليها النسق بتاعه وما يقدرش يغيرها، ممنوع يغيرها، لانه لو غيرها هيضطر يغير النسق بتاعه كله. طيب السؤال مجموعة بعد كده المجموعة الثالثة والأخيرة. ضمان تطبيق القواعد الأخلاقية في الممارسة اليومية وليس كمجرد نصوص نظرية من خلال وضع آليات عقابية أو تحفيزية داخل المؤسسة لضمان الالتزام وسعيا لتحقيق أعلى جودة للعمل والإنتاج. طالما كلمني عن جودة العمل والإنتاج اتفقنا إن احنا بنختار إيه على طول؟ بنختار تأكيد مبادئ الإيه؟ الالتزام بالسلوك الإداري والوظيفي. اتفقنا على كده. طالما قال لي جودة عمل وإنتاج يبقى تأكيد مبادئ الالتزام بالسلوك الإيه؟ الإداري والوظيفي. اتكلمنا عن مبادئ النقابة أو مهنة معينة يبقى الإطار الإيه؟ الإطار المرجعي. طيب السؤال رقم 2. فكرة يسلم بصحتها الرياضي ويترتب عليها أو يرتب عليها ما يشاء من نتائج داخل النسق الرياضي الخاصة به. أكيد المصادرات فكرة هو بيسلم بيها، تمام كده، وبعدين بيبني عليها الإيه؟ بيبني عليها كل النسق بتاعه. جملة النتائج التي يتم اشتقاقها أو الاستدلال عليها من جملة الفروض الأولى، يعني بنستنتجها من المقدمات، أكيد المبرهنات أو النظريات أو النتائج. بقول لي حتى أهو جملة النتائج يعني بيتكلم عن المبرهنات. السؤال الرقم 4 في الفلسفة، تحفيز المعلم للطلاب على مناقشة وإبداء الآراء مخالفة لآرائه إيمانا منه بقيمة البحث عن الحقيقة. يبقى أنا ما بسمح للطلاب إن هم يناقشوني. يبقى هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن السماح بالتعبير عن الرأي أو حرية التعبير عن الرأي. خلاص كده؟ يبقى هنا بيقول يستخلص إحدى قيم أخلاق المهنة اللي هي حرية التعبير. حرية التعبير. آخر سؤال في المنطق، فكرة أو تصور أولي لا يجد العقل أمامه إلا التسليم. العقل ما يقدرش يتكلم نص كلمة معاها اللي هي البديهيات، حتى ما يقدرش يثبتها. ليه؟ لأنها أصلا مش محتاجة إثبات، يعني يعجز العقل عن إثباتها. فاهم كده؟ اللي هي البديهيات. خلاص يا جماعة كده وصلنا لنهاية التقييم. دعواتكم بالشفاء العاجل. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.